كلنا طبعا شفنا المسخره والمهزله اللي بتحصل عند معبر رفح باسم الظهير الشعبي للقياده السياسيه. طبعا دي مسخره، لان طبيعي لما تيجي تتكلم على شعب بحجم الشعب المصري، فلما تيجي تتكلم على ظهير شعبي فلازم يكون بالملايين وفي كل مكان في مصر. اولهم ميدان التحرير، رمز الثوره الشعبيه في مصر. الميدان بيشيل من مليون ونص ل 2 مليون، ده لازم ما يكونش فيه شبر فاضي على الارض. مش لامم لي 2000 عيل من ابراهيم العرجاني وقلاضيش ومودهم لي عند معبر رفح وتقول لي هم دول شعب مصر. هو انت مفكر ان ترامب ده يعني هو ترامب اهبل، انما مش لدرجه انه يعني ده الاعلانات يا راجل بتاعت تعالى وهتاخد مش عارف ايه موجود على السوشيال ميديا. فهل تفتكر ان ترامب ما شافهاش؟ يعني لا شافها يا عم، واجهزه مخابراته صحيه وواعيه، وهتقول له على كل اللعب اللي انت بتعمله. فانت وديتنا في داهيه، الله يخرب بيتك ويخرب بيت يومك الاسود. ترامب حتى وهو بيكلمك بيقول لك الجنرال السيسي، بيفكرك بجريمتك القديمه، انك لو ما وافقتش على التهجير هفتح لك الجريمه، وانت عارف بقى اللي هيحصل فيك. فطبعا انت ناوي الايام اللي جايه تطلق زبابك الالكتروني باعلامينك المهرعرين بصراصيرك بحكاياتك، تتكلم عن العقوبات الاقتصاديه اللي هتتم على مصر في حاله انها رفضت. بص يا بابا، الموقف ده مش محتاجك ولا محتاج صراصيرك، الموقف ده محتاج الشخصيات الوطنيه الحقيقيه اللي مرميه في السجن، وانت عارفهم. دول اللي يعرفوا يقفوا قدام الغرب، لان عينهم مش مكسوره لحد. انما انت عينك مكسوره، وهتفضل طول حياتك عينك مكسوره. فاحنا ما عندناش استعداد خالص ان احنا نقبل بصفقه مشبوهه تحط من قيمه مصر وتصفي القضيه الفلسطينيه اللي هي قضيتنا من قديم الازل. فانت تشوف لك صرفه وتغور في داهيه دلوقتي، وتسيبنا احنا اللي ندير الليله دي مع قدام ترامب. احنا نقدر ان احنا نوقفه عند حد، انما انت مش هتقدر. لا وانت وابراهيم العرجاني، ولا انت ونخلوق، ولا انت والصراصير، ولا انت والاعلام. انتوا كلكم على بعض كده شويه فساله ملكوش لازمه. شعب مصر حاجه تانية، مصر كدوله لها ثقلها في المنطقه. نعرف نلعب سياسه، ونعرف نوقف كل كلب عند حده، ونعرف نوقف التهجير، ونعرف نخلي الفلسطينيين في ارضهم. انما انت اضعف كتير وعينك مكسوره، فانت مش هتقدر. فيا ريت كل كلب ناوي انه يدعم، اعرف ان الايام اللي جايه هيكلمك عن حصار اقتصادي وعقوبات وحكايات وروايات، وعليك انك تختار وبتاع. احنا مش مجبرين ان احنا نقبل بحاجه. اللي حطنا في الموقف ده واللي جرى في البلد من معارضتها وسياسييها واحزابها وحكاياتها وروايات عشان يفضل يحكم طول حياته هو عبد الفتاح السيسي. فاحنا لازم نخلص من الزفت ده عشان نعرف نلحق البلد.